السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. عواشر مبروكه وباش ما تمنيتو ان شاء الله. رمضان على الابواب وان شاء الله قلت اليوم نشارك معكم البريوات باللوز اللي كيجيو لذاذ بدون عناء بدون تعب، يعني كيوجدوا دغيا. غادي تشوفوا الطريقه اللي كنستعمل انا وكيفاش كنوجد هاد البريوات هادو، راهم كيجيو لذاذ البنات. غادي نوريكم وحده كيفاش كتجي من الداخل. هنايا راه مازال انايا فاش كندير البريوات كنخليه يبات ليله باش كيتشرب ليا داك العسل. شوفوا لي البنات التعليكه كيفاش دايره والقرمشه، يا سلام. هنا ما غاديش نحيدو من العسل، غنخليه حتى الغدا ان شاء الله حتى كيتشرب ليا داك العسل مزيان، عاد كنحيدو. هنايا خديت البودره ديال اللوز 800 غرام مع 80 غرام ديال سكر سنيده، نص راس معلقه ديال القرفه، مسكه الحره، ومعلقه كبيره ديال المربى عفوا ديال المشماش، ومعلقه كبيره ديال الزبده بحراره ديال المطبخ عفوا، وشويه ديال الملحه لتصحيح المذاق. هنا كنعجن الخليط ديالي مزيان، من بعد كنضيف ليه المزهر بشويه بشويه حتى كنجمع العجينه ديالي على هذه الطريقه هذه، وكنحصلوا على هذا القوام هذا. من بعد هنا كنوجد الكويرات ديالي من بعد ما عبرتهم. خديت 16 غرام، وخديت الورقه اللي كنستعمل انا ديال الشينوا، هذه صراحه كتساعدني في الخدمه وكتجيني يعني عمليه. هنايا غادي نقسمها على النصف الثاني غادي نرجعو بلاصتو باش ما ينشفش ليا. بالنسبه اللي كيبغي يدير البريوات كبار غادي يقسم هاد النصف على جوج، واللي كيبغي يديرهم صغار يقدر يقسمهم على 3 ديال القطع. انا هنا غادي نديرهم موين، غنقسمها غير على جوج، وغادي نحل الورقه ديالي. صراحه انا البنات هاد الورقه هذه انا المساند الرسمي ديالي في شهر رمضان، كتساعدني في الخدمه، يعني في ماشي غير في المعسلات، في المملحات كذلك كتجي روعه. بالنسبه للبريوات هنايا باش كيجيونا مقادين ومجموعين، ما كيجوش محلولين وما كيتحلوش ليكم، كناخذوا واحد الكره على هذا الشكل هذه، وكنضيفوا هذا النصف بحال هكا، كنعمروا الجوانب ما نخليهمش يكونوا خاويين، وكنزيروا بجوج صبعان في الجو على هذه الطريقه هذه باش كتجي البريوه مجموعه ما كتجيش محلوله. كنحاولوا نزيروهم مزيان. هنايا خديت الدقيق الابيض مع المزهر، كيعطيونا واحد النسمه اللي زوينه في البريوات ديالنا. صافي كنبقى نوجد في البريوات حتى كنساليهم يعني كاملين. الا بغيتوا البريوات ديالكم ينجحوا معاكم ما طيبوهمش ديك الساعه اللي كتوجدوهم، كتخليوهم من الاحسن يباتوا ليله كامله حتى كينشفوا مزيان، اولا توجدوهم في الصباح وبالليل عاد طيبوهم. هنا كنكون ساليت البريوات ديالي من بعد ما نشفوا ليا مزيان. هنا كنت سخنت الزيت ومن بعد طفيتها حتى بردت شويه، عاد ضفت ليها البريوات. بالنسبه للزيت البنات ما خصهاش تكون قليله باش البريوات ما يتحرقوش لينا، ومباشره غير كنحطوا البريوات كنجيبوا واحد الفرشاه وكنبقاو ندوروا فيهم، يعني كنبقاو مستمرين في التحراك حتى كنحصلوا على هذاك اللون الذهبي اللي بغينا حنا، باش ما يتحرقوش لينا وما يجيوناش محمرين بزاف، راه ما كيجيوش زوينين بحال هكاك. من الاحسن تبقاو مقابلينهم حتى كياخذوا داك اللون الذهبي، مباشره كتهزوهم وكديروهم في العسل. كذلك اللي كيدير زيت قليله راه كتحرق ليه البريوات وكيجيو محمرين بزاف وما كيجيوش زوينين. وكيف كتلاحظوا هنايا البنات ما عندنا حتى شي بريوه اللي تحلات اولا تفرقعات، كيف ما كتشوفوا ما حدكم كتوجدوهم على اتساع وكتخليهم ينشفوا مزيان، راهم ما كيتحلوش وما كيطرطقوش. اين فوا كتوجدوهم سوغ بلاص وكطيبوهم راهم كيتحلوا كيتفرقعوا. كنحصلوا على هذا اللون هذا، ما يكونش يعني محمر بزاف، كيكون لون ذهبي فقط، وكنضيفوه مباشره للعسل ديالنا. بالنسبه للعسل البنات راني حاطه قبل من هذا الفيديو ديال البريوات، راني حاطه لكم الطريقه ديال العسل اللي ناجحه، نتمنى تمشيو تشوفوه. صافي البنات هنا كندير البريوات ديالي وغادي نخليهم يتعسلوا ليا مزيان باش يجيوكم البريوات معلكين مزيان وما ناشفينش. كتخليو البريوات ديالكم يباتوا ليله كامله في هذا العسل، عاد حتى الغد ليه عاد كتحيدوها منه. كنتمنى تكونوا فهمتوا الشرح ديالي، وكنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. وبسلام عليكم، ما تنساوش اكسبلور لايك، واللي ما مشاركش في القناه ديالي تشارك. بسلام عليكم.